انا عندي مشكله، ما بعرفش حد يسالني سؤال وما ردش عليه، لو عندي الاجابه طبعا، او حد هيضر نفسه وغيره بالمعلومات اللي عنده او اللي بيقولها. انا في الطبيعي برد على الكومنتات بشورتس، لكن في الكومنت ده لازم ارد بحلقه عشان اوضح لك الصوره وافهمك الموضوع كله. يا جدعان دي ارواح ناس، ما ينفعش حد يكون بياخد علاج لمرض معين واجي اقول له لا وقف العلاج وتعالى اديك دايت اكل صحي تمشي عليه هيعالجك. بالاخص امراض زي السكر او السرطان، بالاخص السرطان ده ليه بروتوكول طبي كامل لازم تمشي عليه. بص انا افهمك حاجه، النظام اللي الدكتور حاطه لو مناسب ليك ممكن يساهم بجانب العلاج في امراض الكانسر، او ممكن يساهم في عدم الاصابه بالكانسر، لان زي ما قلت لك امراض الكانسر ليها بروتوكول علاجي كامل، منها الاكل الصحي المظبوط. فلو النظام متماشي معاك والدايت ده مناسب ليك بجانب العلاج ونفسيتك تمام، ان شاء الله تتعالج منه. تعال افهمك ايه هو الكانسر واشرح لك آلية عمله، فهتقدر انت تترجم وتستشف الاجابه ان هو فعلا بنظام اكل فقط اقدر اتعالج منه ولا لا. هو بيكون خلل او طفرات في الدي ان ايه، الخليه بتاعتي بيكون ليها دوره حياه بتخلص مهمتها وتموت، لكن في حاله الكانسر ما بتموتش، بتفضل تنقسم انقسام غير طبيعي. ده بيعمل تراكم للخلايا اللي ما بتموتش وشغاله تنقسم، فتكون لي انسجه، وده اللي بيكون اسمه الورم. طبعا الا في كانسر الدم، والورم ده بيكون حاجه من الاثنين، يا اما ورم حميد ان شاء الله غير سرطاني ما بينتشرش، او لا قدر الله يكون ورم خبيث بينتشر وده بيكون سرطاني. بالله عليك اديني عقل، نظريه، بحث، دراسه، اديني اي حاجه تقول لي ان انا اقدر اوقف الانقسام المرعب للخلايا ده من غير كيماوي او علاج هرموني او علاج اشعاعي، على حسب الحاله او المرحله اللي المريض وصل لها. اعتقد بعد اللي قلت لك ده مستحيل ان مجرد اكل يوقف الانقسام الخلايا المرعب ده. لازم اقضي على الخلايا دي الاول اللي بتنقسم انقسام غير طبيعي، خلاص بقى خلل، طفرات بقى، خلاص الدي ان ايه مش مظبوط، لازم اقضي على الخلايا دي او استأصلها، وبعدها امشي بقى بالدايت الصحي وامشي على النظام المناسب ليك. واكيد اكيد مفيش خلاف ان الاكل المظبوط او الاكل الصحي او الدايت المناسب ليك او النظام المناسب ليك بجانب المرض ده هيساهم بصوره كبيره قوي انك انت تتخلص، وطبعا بجانب النفسيه، لان في ناس طلعت اتكلمت وقالت ده الموضوع كله نفسي، المريض بيبقى تمام وزي الفل. انا والله في ناس قالت لي كده بالحرف، لا يا كوتش والله بيبقى نفسي، انا ممكن يكون عنده كانسر ويتعالج منه من غير ما يحس، لكن لو راح كشف واتقال ان عنده كانسر نفسيه وبيزعل والمرض بيزيد ويبدا بقى يتفاقم وتبدا الحاله الصحيه بتاعته تتدهور. طبعا ان النفسيه والاكل الصحي يفرقوا جدا، بس نو واي انه يتعالج من غير حاجه. وفي نقطه عايز اوضحها قبل ما اقفل الحلقه، طبعا هيجي واحد كتير هيجي يكتب لي في الكومنتس طب والبنت اللي اتعالجت من الكانسر، والله ان انا دورت في كل السوشيال ميديا، ما هي طلعت هي اصلا صناعه محتوى، هي اصلا سوشيال، وطلعت قالت على صفحتها انا اتعالجت بنظام الطيبات من الكانسر. والله ان انا دورت، سمعت كل الدكاتره، سمعت كل العلماء، سمعت كل حاجه، دورت. بص انا عندي عاده والناس كلها عارفاها ان انا ما بطلعش اقول الكلمه او المعلومه غير وانا متاكد منها 100%. والله ان انا دورت ما في حاجه واحده تثبت غير ان هي قالت بس انا اتعالجت من الكانسر بنظام الطيبات. بالمناسبه ان في دكتور طلع يتكلم وقال ان هي خدت من 3 ل4 جلسات كيماوي، ممكن تكون خدت زياده، لكن هي واخده تحت ايده 3 4 جلسات، فممكن تكون خدت زياده وبعدها ان شاء الله ربنا شفاها، ربنا يشفيها ويشفي جميع المسلمين يا رب. لكن هي طلعت رمت القنبله دي في وسط السوشيال وخلاص شكرا على نظام الطيبات. زي ما بيقول يا جدعان، والله الناس بس بتحب تركب ترندات، ده رقم واحد. رقم 2 ان الناس والله عموما كلهم بيعشقوا نظريه المؤامره. المؤامره، في ناس كتير تقول لي انت جبت المعلومه سطحيه ما دورتش. طب انا حبيت ادور، اقسم بالله اني لقيت تناقضات في النظام بتاع الطيبات ده مرعب. اقسم بالله ان الدكتور كان يقول حاجه وعكسها، حاجه وعكسها. الحمضيات غلط، الحمضيات مقبوله، الاورنج والسفندي والكلام ده لا ممنوع، مش عارف ايه ممنوع. والله كان يقول الحاجه وعكسها، الله يرحمه. انا ما بقللش منه، لكن يا جدعان الناس اللي مهووسه بيه او بتمشي وراه اقسم بالله بيعشقوا نظريه المؤامره. انا مش عايز اخوض في الموضوع ده اكتر من كده ولا عايز اطول الحلقه، انا بس حبيت اوصل لك فكره ان انا دورت والله ما لقيت حاجه واحده تثبت ان هي استشفت فعلا. اقول لك بقى العكس، وانا بدور لقيت كميه شهادات وناس طلعت واتكلمت، هي نفس السوشيال كتير، مش عارف مين 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 وابني وقف الانسولين اتكل، مش عارف اخويا وقف ايه، صاحبي وقف ايه. زي ما في ناس بتقول انا استشفيت او اتعافيت من المرض اللي كان عندي، في ناس قالت ان هي اتكلت. فبالله عليك شغل عقلك ودور وابحث عن المعلومه وانت طبيب نفسك.
شوف نفسك محتاجه ايه، بس ما ينفعش اكون مريض بمرض معين محتاج علاج واجي اوقفه عشان همشي على نظام اكل هيعالجني. زي ما بقول لك دايما، خليك رياضي، خليك صحي، خليك ذكي.